الحقيقه ان الموضوع ده لو جيت للحق يعني هو بالنسبه لي ما يزعلش، هو بالنسبه لي حاجه تفرح، لان المفروض ان احنا نبدا نفهم، او من الهزيمه دي نبدا نفهم مليون الف حاجه. ان الماتش النهارده ده بيعبر عن حاجات كتير قوي، بيعبر عن حاجات كذا حد كان بيتكلم فيها، بنتكلم فيها بقالنا كتير، ان احنا الموضوع عندنا بايظ من تحت. الازمه عندنا، انا مش هتكلم عن اللعيبه او هتكلم عن المدرب او هتكلم فني، الموضوع مش فني، الموضوع عباره عن نظام، منظومه. انت لو عامل الحد الادنى من المعايير لاقامه نظام رياضي انت مش هتوصل للنتيجه دي مهما حصل. ليه؟ لان انت كشعب او كبلد عندك المقومات ان ده ما يحصلش فيك. هنتكلم في كذا نقطه، كذا نقطه توضح لك وتعرفك اسباب الخساره بتاعت النهارده، والحقيقه ان مش هتبقى دي اسباب خساره النهارده، دي هتبقى اسباب اي خساره هتيجي، اي خساره لاي جيل. احمد حسام ميدو طلع كان بيقاقي من حوالي سنه ان منتخب 15 سنه ما بيعرفش يلعب كوره. احمد حسام ميدو ده وهو عنده 16 سنه كان بيلعب في بلجيكا. الموضوع حجمه كبير قوي، الموضوع اكبر من ان حد يلخصه لك في جمله او جملتين او يحل لك الازمه في شخص. الازمه مش شخص، الموضوع عدى من الازمات تبقى راس النظام ورئيس الاتحاد، الموضوع اكبر من كده بكتير. انت عندك مشاكل في قطاعات الناشئين، عندك مشاكل في المدربين اللي بيدربوا الناشئين، عندك مشاكل في الاداره اللي بتمسك الناس دي لانها بتحس انها بتعمل شغل محدش شايفه، فاي حد مش شايف اي حد عندنا بالنسبه له يعمل اللي هو عايزه ما دام محدش شايفك. نقطه ان احنا نعمل شغلنا بضمير وما يفرقش معانا بقى حد شايفنا ولا ما حدش شايفنا، دي مش موجوده عندنا، وعلى فكره مش في الكوره بس. فتاني الجزئيه بتاعت اللعيبه والمدرب وعملوا ايه والاداء الفني والتغييرات ومستوى اللعيبه، كل الكلام ده ارميه في الزباله، ملوش معنى، لانه هو مش هيتعالج، انت مش هتعالجه بعدين. انت المشاكل اللي عندك اكبر من كده، وهتوريك جبات وفروقات فنيه بينك وبين منتخبات طول عمرك شايفها اقل منك، هتلاقيهم احسن منك بكتير وفرقوا عنك بسنين، فرقوا عنك بلعيبه بجوده بتدريبات. الناس في العالم كله قررت تلعب كوره وانت لسه مقضيها حكشه. والله العظيم ثلاثه المشكله من البني ادم. يعني من اوائل الحاجات اللي انا عايز اتكلم عليها هو موضوع قطاع الناشئين واختبارات قطاعات الناشئين. كلنا بلا استثناء عارفين ان قطاعات الناشئين في مصر ما هي الا موضوع بيجيب فلوس، سبوبه كبيره قوي. ولاعيبه الكوره اللي بتطلع تتكلم وتقول يا جماعه مستوى اللعيبه والناشئين، خلي بالك معظمهم عنده اكاديميات وعندهم فيها لعيبه. الموضوع ده انا اتكلمت فيه وهتكلم فيه، فده جزء الاكاديميات. تعال بقى نبص على النوادي اللي هي الهدف بتاعها الرئيسي اللي انا افهمه يعني، واللي المفروض الناس كلها بتفهمه. وعلى فكره احنا عارفين كل الكلام ده وما بنتحركش، وفكره ان احنا ما بنتحركش دي اللي تعرفك ان اللي جاي مش احسن، اللي جاي اسوأ. قطاعات الناشئين في كل انديه مصر سواء بقى درجات اولى تانية تالتة بيلعبوا في السبوبه. انت تيجي النادي معاك فلوس، معاكش فلوس ما تجيش احسن. يعني انت لو جاي التدريبات او جاي الناشئين قطاع الناشئين عايز تخش اختبارات ومعاكش فلوس فانت ما تروحش. الموضوع ملوش اي 60 لازمه. هي بقت ماشيه عندنا هنا، لو انت بقى ابوك جامد معاك قرشين تحطهم على الترابيزه، المدرب هو عايز كده. ما هو فاكر يعني الفكره كلها ان هم فاكرين ان اللي بيبيعوه لك او الفكره انك تتمرن في ملاعب نظيفه وانك تلعب دوري ممتاز وانك تبقى لعيب معاك كارنيه اتحاد كوره، دي مميزات انا لازم ابيعها لك. ما دام انا قادر اديها لك يبقى انا لازم استفاد من وراك. انا مش هديها لك عشان انت لعيب كوره كويس او مش هديها لك عشان انت لعيب مبهر. انت ممكن كل الكلام ده يترمي في الزباله ب 20,000 جنيه. احنا بنعاني فقر في اماكن طول عمرنا متميزين فيها. كل ده بسبب ان انت بتدورش على اللعيب الكويس. المنظومه كلها قايمه انك تطلع اللعيب الكويس من تحت، انت ما بتعملش كده. انت عايز تطلع سبوبه من تحت وعايز تطلع سبوبه من النص وعايز في الاخر خالص على المستوى الكبير طلع سبوبه برضه. فهي اتحولت فجاه منها لعبه بتحاول تطلع فيها لاعب انت عارف ان العنصر الوحيد اللي في اللعبه اللي هيفيدك هو الناشئ الكويس او اللعيب اللي عنده امكانيات كويسه، ده المفروض انت بتدور عليه وبتفحط في الصخر عشان تجيبه. انت ما بتعملش كده. انت اهم حاجه عندك انك تعمل اكاديميه في مكان رايق وتعمل علاقات حلوه، فعشان لما يجي لك عيال رايقه ابوهم رايق معاه فلوس رايقه تاخد منه قرشين رايقين فتلاعب الواد. لكن كوره ومستوى واختبارات وناشئين الموضوع ده مش عندنا. يعني انت تعرف كام لعيب كوره احسن بكتير من اللي انت شفتهم في منتخب الشباب. ممكن تاخد عربيتك وتروح تتفرج على ماتش خماسي في اخر الدنيا، لكن مستحيل تفتح التلفزيون تتفرج على ماتش الاتحاد وسيراميكا. هنا في كوره وهنا مفيش كوره. في الاول وفي الاخر خالص الموضوع بيدور حوالين اللاعب الكويس. كذا لعيب كويس في فريق كويس، كذا لعيب كويس في بلد بيطلعوا منتخب كويس. انت ما بتدورش على اللعيب الكويس، ده الاساس اصلا، ده الاساس. انت بتدور على اللعيب الكويس عشان تقوي بيه المنظومه. لكن احنا عندنا اللعيب الكويس اللي معهوش فلوس ده عمره ما هيبقى لعيب كوره. الفكره كلها ان احنا عملنا خلط بين فكره ان انت تطلع ناشئ وفكره ان انت بتعمل مصلحه. الموضوع يا جماعه بيبتدي من تحت. منتخب بلجيكا 2004 كان منتخب هفا، يعني اي حد بيعدي قدامه كده بيديله 4 و5. لكن الناس دي قررت انها تعمل منظومه وتعمل اختبارات ناشئين كويسه وتحضر جيل وتبنيه وتكمله بمدربين ناشئين دارسين وعندهم فكره يعني عن هم بيعملوا ايه، وبناء عليه عملوا جيل جامد جدا قرب كتير ان هو ياخد كاس العالم 2018 و2022 وكان المفروض يأدي كويس في 2014. ايدن هازارد روميل لوكاكو دي بروينا وكاراسكو، عد لعيبه كتير. اللعيبه دي الناس اشتغلت عليها من بدري. وهتلاقي منتخب بلجيكا دايما
دايما بعد كده موجود بسبب ان الناس عملت سيستم، عملت نظام. انت ما تخترعش العجله. احنا 120 مليون يا جماعه، 120 مليون بني ادم بيحبوا الكوره. على فكره احنا الكوره بتاعتنا مش شبه كوره الالمان ولا كوره الفرنساويين ولا كوره مش عارف ايه ولا النرويج. احنا مش بنحب ستايل اللعب اللي زي هالاند. احنا الكوره بتاعتنا عامله زي كوره امريكا اللاتينيه. احنا بنحب اللعيب المهاري، يعني احسن لعيب في الشارع هو امهر لعيب في الشارع. فما ينفعش يبقى احنا طول عمرنا الكوره بتاعتنا عامله كده في الشوارع، وتبص في الملاعب تلاقي كتعانه وسرتانه وحوار زي الزفت، وبتشوف منهم عينات في الدوري الممتاز. فما تتخضش وتعمل نفسك مصدوم لما تشوفهم في المنتخبات الناشئين، لان هم هيجيبوا منين؟ يعني هيجيبوا لك لعيبه منين؟ ما هو الناس اللي تحت مطلعه لهم الكريمه دي، فالكريمه دي انت اللي هتلعب بيها. فالبس بقى بطل. حد يرد عليا يقول لي على فكره المشكله مش مشكله لعيبه، المشكله مشكله مدربين. ما لو مدربين الناشئين عندهم وعي وفكر معين هيقدروا يجيبوا لك اللعيب المميز اللي يقدر يفيدك ويفيدك بعدين، ويركزوا عليه وهيبقوا فاهمين شغلتهم وحابين شغلانتهم. صلي على النبي يا نجم بس في قلبك كده، وما تقولش مدربين ناشئين، لان احنا عندنا كباتن متقاعده مسكت فرق ناشئين بتطلع فيهم العقد او بيجربوا فيهم ازاي يبقوا مدربين. وانت لو حلو كده وعندك علاقاتك وعايز تخدم لعيب لسه مبطل هتجيبه تحطه في فرقه ناشئين. انت ما بتبنيش مستقبل، انت بتلعب، انت بتهزر، انت بتعمل اي حاجه. مدرب الناشئين ده بيتعامل مع لعيب ما عندوش اساسات، يعني انت ما عندكش البيزكس بتاعت الكوره. انا عايز احطها جواك واحطها بطريقه معينه بحيث ان الموضوع بالنسبه لك يبقى منتل بتعمله على طول في كل وقت. يعني فكره انك تباصي دي انت ما بتتمرنهاش قبل الماتش، انت بتتمرنها ازاي بتطلع الباص صح، ازاي الهجمه ما تموتش في رجلك، ازاي الثانيه اللي بتستلم فيها الكوره او بتطول فيها الكوره دي تخلي مدافع واقف غلط يقف صح. الحاجات دي يا جماعه اللعيب ما بيتعلمهاش لوحده، الحاجات دي بيدرب عليها المدرب اللعيب الناشئ. كل مراحله العمريه الناشئ مسؤوليه منك. فانت ممكن تقول لي المشكله مش مشكله ناشئ، لا هي المشكله مشكله ناشئ، والمشكله مشكله مدرب، والمشكله مشكله نظام. انت ما بتجريش ولا مصلحه الكره المصريه، انت بتجري ولا مصلحتك انت الشخصيه، بتجري ولا مصلحتك كمدرب ناشئين، بتجري ولا مصلحتك كحكم، بتجري ولا مصلحتك كاداري، بتجري ولا مصلحتك كلاعب كوره. ما انت شايفها كلها يلا نفسي. هتعمل ايه يعني؟ هتقول لي انا هموت نفسي عشان الفرقه؟ فرقه ايه يا حاج؟ صباح الفل، هي دي فرقه؟ ناشئين الاهلي والزمالك بيتصعدوا يلعبوا فريق اول وهو عندهم 24 و23 سنه وبيتقال عليهم لفظ ناشئين. فكره انك يتقال عليهم لفظ ناشئين ده اصلا شيء غريب. اللي مش عارف الاعلام بتاعنا ازاي بيقول على لاعب في السن ده ناشئ، لكن اي لعيب ناشئ يعني طالع في اي دوله في العالم هو فتره الاختبار بتاعته في ان هو يلعب فريق اول في النادي بتاعه من 19 18 لحد 21 22 23 سنه. ما جبتش فيرست تيم اساسي انت خلاص بتشوف لك نادي، يعني بقالك 5 سنين بتجرب فما ينفعش فشفت لك نادي. لكن اللعيبه عندنا 23 سنه وبتشم نفسها دوري ممتاز. ده بقى لعيب مش متاسس، مشكله من المدرب. ده لعيب مش متاسس او بيكسل، مشكله في دماغه. الفكره ان كله بياخدك في نفس الاتجاه، انت ماشي في نفس انت مش ماشي، يا ريتك ماشي، ده انت متدحرج مكفي على وشك وعمال تتدحرج نازل تحت. اصل يا جماعه الموضوع في الاول وفي الاخر ما هواش كيمياء، يعني انت مش هتعمل لي ما بتنظمليش التجاره الدستوريه داخل الجمارك المصريه. انت بتنظم مسابقه كوره، بتحط قواعد واسس. جوه القواعد والاسس دي الموضوع معقد شويه، يعني الدور اللي بيقوم بيه النادي عشان يبقى نادي احسن ويطور من نفسه هو اللي معقد. لكن قواعدك التنظيميه اللي بتنظم على اساسها المسابقه بقى بالناشئين بالنظام الرياضي الكروي المصري كله مش معقد. الموضوع بسيط، وما تعمليش نفسك فيها فتك وتقعد تعمل لي نظام. يا عم روح هاته من بره، ابعت اي حد يتعلم بره ويجي لك يطبق لك النظام ده هنا، وتروح تجيب لي كلاتنبرج هيعمل لك ايه؟ كلاتنبرج هيعمل لك ايه؟ هيزق الحكام فيجروا؟ يعني هيعمل لك ايه؟ مش فاهم. وفي وسط السواد ده كله احنا نحب جدا البروباجندا والدعايه والامل الكذاب. تلاقي في برنامج اسمه الكابيتانو طالع، انا بحب البرنامج ده، حلو يعني هو لو فكره برنامج وفكره تحفيزيه للعيبه ومش عارف ايه كلام جميل، لكن مش هو ده مستقبل الكوره بتاعتنا، مش هو ده المعيار اللي هتقيس عليه كورتنا رايحه فين. دي لعيبه كويسه في سن معين، خلي بالك اللعيبه ما بيبقاش كويس في السن معين ده معناه ان هو يبقى كويس لما يكبر، لا يا باشا، انت لازم تعمل لنفسك سيستم يفرز الكويس كل سنه بحيث ان انت تعرف ده كويس امتى. ما ممكن لعيب يبقى كويس وهو عنده 12 سنه لما يبقى عنده 20 سنه يبقى عرة ما بيعرفش يلعب كوره، حصل بقى ظروف في دماغه وشخصيته اتغيرت، عادي بتحصل. فما ينفعش تحكم على اللعيب حكم مطلق. ياما مواهب في الكوره عملت ارقام وسمعت وعملت كل حاجه في الكوره وهوب نزلت 7 ارض. ليه؟ لان مفيش ثابت. ما ينفعش تديني حكم مطلق كوره بالذات، مفيش الكلام ده، لان وزير الشباب والرياضه واخد الموضوع على اساس ان هو ده بوتقه الامل للكوره. لا يا جماعه الموضوع مش كده. بلد زي اوروجواي دي كلها على بعضها من 4 ل 5 مليون بني ادم. تاني بلد كلها من 4 ل 5 مليون بني ادم، يعني قد القليوبيه كفر الشيخ ممكن يكون اكتر كمان. طلعين لعيبه اكتر من مصر كلها. واحنا يعني يا جماعه اللي يجنن ان احنا شعب كوير. عارف انت الموضوع ده مثلا يحصل فين؟ يحصل في امريكا، يحصل في استراليا، يحصل في دوله الكوره عندها مش رقم واحد او مش الرياضه الشعبيه الاولى. لا احنا الكوره عندنا الرياضه الشعبيه الاولى، واول لعبه كل طفل بيحاول يجرب نفسه فيها. ما انا حاولت العب كوره، انا بامكانياتي ما كانتش احسن حاجه في الدنيا، كنت لعيب تعبان يعني، لكن كان معايا وحواليا لعيبه جامده قوي 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 ما راحتش في حته، فضلوا مكملين لان الموضوع وقف معاهم على شنطه وكوتشي. فتلاقيني برجع معاك لنفس الموضوع من الاول، ان كل اللي احنا بنعمله او كل الحاجات اللي
تحسها ليها علاقه بالكوره، هي مش هدفها انها تخدم مصلحه الكوره، لا لا لا، هي هدفها انها تخدم مصلحه الناس اللي موجوده فيها، اللي ماسكاها. يعني انا ماسك مكان معين في الرياضه المصريه، انا هبقى عايز احلب امه واطلع منه اقصى استفاده ممكنه لنفسي، والكوره المصريه والناس والجمهور ربنا يتولاهم، انا مالي شويه وماشي. فانا يصعب عليا بلد زي مصر عندها الموارد البشريه اللي تطلع لنا مناجم. يعني الكوره دي والله العظيم ثلاثه لو ركزنا فيها صح تطلع لمصر مناجم ذهب. مش هنقعد بقى تشتكي من فلوس اللعيبه بص على امريكا اللاتينيه، احنا شبه امريكا اللاتينيه في دماغنا الكرويه، في دماغ اللعيب الفرديه، مش بتكلم على دماغ النظام والمنظومه، هم فارقين عنك بكتير، الناس دي بتعمل مليارات المليارات كل سنه، لكن دماغ اللعيب، جوده اللعيب اللي احنا بنحبه واللي احنا بنتعلق بيه هي نفس اللعيب المهاري اللي بيعرف يلعب والمهارات ومش عارف ايه. قلبنا ما يتعلقش قوي باللعيب اللي هو طول بعرض العضله ده، لو لعيب مرقصه 2 3 ياخد قلبنا معاه. فلما نرجع نبص على بلد زي اوروجواي كده 4 مليون ومطلع فالفيردي وسواريز وكافاني وعيد ما تعدش، يعني هم كتير قوي قوي قوي، يعني داروين نونيز ده اخر حاجه، ومصر ما عندهاش. يعني مصر بالكميه الرهيبه من الموارد البشريه اللي تقدر تنقي منها لعيبه كوره ما عندكش. والله العظيم يا جماعه، والله العظيم ثلاثه الموضوع يحرق الدم، لان انت فجاه حسيت ان المنظومه الرياضيه لا تمثل الكوره في مصر، هي ما بتمثلناش. يعني مستوى المهاره ومستوى الجوده ومستوى الكواليتي ومستوى حب اللعبه اللي موجود في قلوب الناس واللي موجود في رجول اللعيبه اللي بتلعب كوره في الشوارع وفي ملاعب الخماسي وفي كل حته احسن بكتير من الكريمه اللي احنا بنقول عليها كريمه. خليكم عارفين يا جماعه ان اللي جاي اسوأ بكتير من اللي فات. يعني في لعيبه من الاجيال اللي فاتت كان الموضوع معاها في موضوع الوسايط وانك تدخل والفلوس والجو ده في المداري، لما يشوف لعيب اهبل او يشوف واحد نازل من العربيه ابو معاه فلوس، يعني لكنه ما كانش بالعلن، ما كانش شرط. دلوقتي لا، بقى شرط، وزاره الشباب والرياضه عارفه واتحاد الكوره عارف، ولا الهوا عادي يا ماما، سيبهم يقلبوا عيشهم. فربنا يسترها، عشان اللي حصل ده فضيحه واللي جاي هيبقى كوارث. وكان الناس كلها بدات تتكلم ان احنا ممكن ما نوصلش كاس عام 2026، احنا ممكن نوصله بسبب ان احنا ممكن نعتمد على الجيل اللي بيلعب دلوقتي، لكن احنا لو اعتمدنا على الاجيال اللي جايه انها تودينا في حته ثانيه فاحنا فعلا هنروح في حته ثانيه، لكن حته زي الزفت. فلعل ماتشات النهارده ومستوى فرقه الناشئين اللي انا ما بحملش اي فرد موجود داخل الجهاز او داخل منتخب الشباب ده اي شيء من المسؤوليه، لان هم في الاول وفي الاخر مش مسؤولين ان هم جابوا اللعيب اللي ما بيعرفش يلعب عشان هو دفع فلوس او عشان امه جامده، ما همش دعوه بالكلام ده. في الاول وفي الاخر كابتن محمود جابر ده قضى حياته كلها بيدرب بره، لما جم قالوا له خد امسك المنتخب ده دربه وروق عليه. هو موضوع صعب، الموضوع صعب جدا. لعيبه لا متاسسه ذهنيا ولا متاسسه بدنيا ولا متاسسه فنيا، وطالب منهم انهم يلعبوا منتخب مصر. فالوضع على قد ما هو كارثي على قد ما هو يديك نور امل ويفرح ليه. وعلى فكره لو حصل كوارث زي كده تاني برضو الوضع ما يزعلش. اللي بيحب الكوره لما يشوف بلد بتعك في الكوره فبيحصل قصادها الناحيه الثانيه نتائج زي الخرا، بيعرف ان هو ده تمام، الناس دي هتفوق في يوم من الايام لما نتائجها تفضل تسوق، لان هم في الاول وفي الاخر بيحبوا الكوره فمش هيرضوا بالوضع ده. فممكن سوء النتائج بتاع المنتخبات الصغيره هو اللي يخلينا نصلح من حال الكوره المصريه، واللي انا بشوف انها محتاجه مش اقل من 5-6 سنين عشان ترجع تاني للمكان اللي المفروض تبدا منه. مش هقول لك للمكان اللي المفروض تبقى عليه، لان احنا المفروض نبقى ابعد من كده بكتير. انزل يا عم الشوارع وبص على العيال الصغيره اللي بتلعب في الشارع، هتعرف ان الشعب المصري ده بيموت في الكوره، وان احنا عندنا اللي يطلع احسن من كده بكتير، لكن اللي شغالين فيها عايز اللي يطلع له دلوقتي ويطلع له لوحده. سلام عليكم.